طبعا المخرج محمد سامي بيقدم هدية قيمة جدا جدا وبمبلغ مالي قيم جدا لزوجته مي عمر. هنجيب لحضراتكم تفاصيل الهدية ايه هي وايه الكلام بتاع الهدية دي. في البداية تحية طيبة لكل اخواتي وحبايبي المشاهدين والمشتركين قناة النقد والمنقود لايف الكرام اللي مشرفينا ومنورين. مي عمر حاسه اني محظوظه، ده تصريحاتها طبعا. طبعا يا استاذه مي لازم تحس ان انت محظوظه. سياره ب 25 مليون جنيه هديه محمد سامي لمي عمر بمناسبه عيد ميلادها، والفنانه حاسه ان هي محظوظه. طبعا يا استاذه مي لازم تبقى محظوظه يا فندم. سعرها فوق ال 20 مليون. محمد سامي يهدي زوجته مي عمر سياره لويس في عيد ميلادها. انا عيد ميلادي لسه معدي من يومين، يوم 11 يعني. ب 25 مليون جنيه هديه محمد سامي لمي عمر. بصوا يا جماعه، انا مش معترض ان واحد يجيب هديه لمراته، ده حقه يعني، دي حاجه طبيعيه. لكن فكره العرض على الملأ، يعني انت هديت زوجتك هديه، طب لازم بقى ان احنا ايه، نطلع على السوشيال ميديا ونبص هديه عامله 25 مليون وهديه عامله 20 مليون؟ ده حتى ليكوا انتوا ذات نفسكم، لان في ناس اصلا معلش سوري في الكلمه يعني بتدور على ال 25 جنيه يعني. فالتباهي بالمال كده في عز ما في ناس اصلا مش لاقيه تاكل. فانا شايف كوجهه نظري ككريم يعني الامر ده بصراحه غير صحيح يعني، نهائيا 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 مليون في المية يعني. خلاص انت عطيتها هدية يا سيدي، ماشي مفيش اي مشكلة. خلاص بقى بينكوا وبين ايه، بينكوا وبين بعضيكوا. مش لازم اطلع على الملأ هدية ب 25 مليون جنيه، اتفرجوا يا سادة، اتفرجوا يا مش عارف ايه. وفي ناس اصلا يعني في ظروف صعبة تبحث عن مبالغ صغيرة جدا جدا. فانا شايف ان الامر بصراحة يعني ايه مش مستحب يعني في القصة دي. دي كانت حلقتي النهارده على قناه الناقد والمنقود. شكرا لكل اخواتنا وحبايبنا مشاهدين ومشتركين قناه الناقد والمنقود الكرام اللي مشرفيني ومنوريني ومتواجدين معايا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.